وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا البنات. هذا السفوف بدون جلوتين. الصراحة كان شاف معايا واحد شوية وضفت عليه شوية ديال اللوز مهرمش وزينته بهذا التزيين النهائي. هانتوما هنايا اللي بغى ما يعملش معاه يضيف مع هذاك الاضافه يعني ديال اللوز مهرمش من الداخل. تيبقى يعني على هذا الشكل، والتزيين راه كتزينوه يعني بهذه الطريقه. بصراحه انا طحنت اللوز في هذا الهاشوار، صراحه شنقول لكم راها عمليه وزوينه ومريحه بالنسبه للناس اللي كيبغوا هكا يطحنوا هكا العقده ديال اللوز البنات. المهم غنخلي لكم الرابط ديال لا فيديو ان شاء الله. يمكن لكم تدخلوا عندي القناه وتابوناو وتفعلوا الجرس حتى يصلكم كل جديد. وصفات بدون جلوتين، شهيوات، كل ما ألذ وطاب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.